قفز الصبي قفزة كبيرة وهبط على الطوب الأصفر، ثم قفز ليصل إلى الجدار. بفضل لياقته المميزة تمكن الصبي من الوصول إلى خط النهاية دون أن يطأ المربعات السوداء والبيضاء. ثم جاء دور ليو. رغم أنه لم يملك جسدا قويا، ذكاءه مكنه بسرعة من اكتشاف ثغرة باللعبة. القواعد تمنع لمس المربعات السوداء والبيضاء بالأقدام فقط. استغل ليو هذه الثغرة مستخدما أجزاء أخرى من جسده للتحرك. بعد مدة من الزحف وصل أخيرا إلى خط النهاية. ثم جاء دور إيما التي كانت من تخفي سرا. رأيناها تخرج حبلا، ثم رمت الحبل على مقبض الباب المقابل، وبعد أن ثبتت الحبل جيدا بدأت تتقدم بطريقة السير على الحبل. ولم يمض وقت طويل حتى نجحت هي أيضا في الوصول إلى خط النهاية، وأخيرا كان آخر من ظهر هو الشاب العبقري إيثان. اكتفى بإلقاء نظرة واحدة على البلاط أمامه، سار بخطوات واثقة دون أن يلتفت حتى وصل إلى الجهة المقابلة، لأنه اكتشف أن هذه البلاطات ليست مربعة الشكل، لذا حتى لو وطأها فلم يعتبر مخالفا للقواعد. وبهذه الطريقة تمكنوا جميعا من اجتياز مرحلة اللعبة بنجاح.